السلام عليكم. النهارده اليوم التاسع بالليل. النهارده نزلنا الصبح لهم، حطيت ميه بيضه علشان بقالنا 3 ايام بنحط فيلاجيل، فلازم نغسل معدة الكتكوت بميه بيضه بعد اي علاج بنحطه. دلوقتي زي ما انتم شايفين الفرشه بتاعتنا متوسخه جدا، فان شاء الله هنظبطها وهننزل باعشاب لرفع المناعه وتنشيط الجهاز الهضمي والتطهير من التقرحات اللي بتجيلهم. استنونا هنظبط الدنيا ونرجع تاني نقول الوصفة. زي ما انتم شايفين ما شاء الله غيرنا الفرشة لهم وهم قاعدين يلعبوا في المكان. دلوقتي هنحط الأعشاب بتاعتنا. الأعشاب مكونة من كمون وكزبرة وجنزبيل. على كل كيلو بحط معلقة صغيرة من الكمون والكزبرة والجنزبيل، دوت رفع مناعة للكتكوت وتنشيط الهضم وتطهير الجهاز الهضمي. كل دوت بينفع في المرحلة ديت علشان احنا داخلين على مرحلة تحويل. لازم نبدأ نحط أعشاب تحفز المناعة عند الكتكوت وكده. ودلوقتي هنشوف بردك في المية هنحط ايه. دلوقتي هنجهز السقوة بتاعتنا. السقوة بتاعتنا رفع مناعة. لكل رتل معايا ميه بحط معلقه خل. لو بتستعملي السرنجه يبقى هتستعملي لكل رتل سنتي، علشان كنسين النهارده فلازم نحط رفع مناعه زي ما انتوا شايفين كده معايا. والتركيز بتاع الخل لازم يكون 5%. لو عندك 2.5% لازم تحط ضعفه. انا دلوقتي حطيت الميه والاكل زي ما انتم شايفين الحيويه والنشاط بتاعهم بياكلوا ما شاء الله. ما ينفعش احط الاكل والميه كده واقوم طالعه على طول من غير ما ابص على الفرخ بتاعي بياكل ولا لا. الفضلات بتاعته عامله ايه، لونها ايه. ما ينفعش اسيبهم كده لغايه ما كله يتعادى وبعد كده اجيب لهم كلهم مره واحده علاج. لو عندي ظهر اي مثلا 1 أو 2 عندهم اسهال بعالج كله مع بعضه مش بعزلهم. انا قلت بس هقول لكم المعلومه ديت علشان تبقوا واخدين بالكم. احنا وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو واستفدت منه دوس لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد، ونتابع مع بعض اليوم بيومه. والسلام عليكم.